يعني مثلا صناعه الفايبر حضرتك هي من وجهه نظري هي صناعه مكاسبها اكتر من المخدرات. لما النهارده تجيب الازايز اللي مرميه في الشارع هتاخدها الطن من 3 ل 5000 جنيه من عند ال الناس اللي بتلمها من الشوارع، هتعمل لها عمليه تكسير وبعدين مرحله غسيل واشنج لاين وانت تدخلها عمليه صهر تنزل لك على عمليه خيوط وعليها زيت السيليكون. الطن يوصل ل 60000 جنيه. احنا تخصصنا بنحقق الحلم لاي حد عنده حلم انه يبقى عنده خط انتاج في اي مجال على فكره. يعني مجالات التعبئه، مجالات صناعه الشبك، مجالات صناعه اللدائن بجميع انواعها. يعني واحد عاوز يعمل مثلا مراتب الميموري فوم او عاوز انه يعمل شغل الفل بجميع اشكاله. اعمال الفاكيوم اللي هو شغل التشكيل من اول الطباق البلاستيك اللي الناس بتاكل فيها لغايه اعمال البراويز للاسطمبات اللي بيصبوا فيها. مفيش حاجه اسمها ما بعرفش، لان احنا الميزه اللي عندنا انا ما بعملكش مكنه واقول لك خد تشتغل، انا بدربك على المكنه وبقعد اتكلم معاك الاول وبشوف امكانياتك العقليه واتجاهك رايح في انهي اتجاه، لان كل الصناعات اصبحت مطلوبه. احنا النهارده في صراع اقتصادي رهيب في العالم كله يتفوق فيه حد على التاني بقوته الاقتصاديه، وديك شايفه دلوقتي امريكا بتعاقب العالم تجاريا وده لانها تمتلك صناعه قويه. فالنهارده انا لازم افكر بنفس التفكير دون واعمل صناعه قويه متنوعه المصادر وبالاخص الحاجات اللي فيها مواد الخام بتاعتها متاحه عندي. يعني اقول لك على حاجه، مصر عندها نسبه الريسايكل عاليه جدا، فانا استطيع ان انا اخد الريسايكل اللي موجود ده واحوله لاكتر من منتج. صناعه الفايبر استطيع ان انا اصنعها من الازاز البلاستيك، صناعه تعديل الاخشاب. حضرتك بتدعم الصناعه دي؟ طبعا كل يعني اقول لحضرتك على حاجه، يعني مثلا صناعه الفايبر حضرتك هي من وجهه نظري هي صناعه مكاسبها اكتر من المخدرات. لما النهارده تجيب الازايز اللي مرميه في الشارع هتاخدها الطن من 3 ل 5000 جنيه من عند الناس اللي بتلمها من الشوارع، هتعمل لها عمليه تكسير وبعدين مرحله غسيل واشنج لاين وانت تدخلها عمليه صهر تنزل لك على عمليه خيوط وعليها زيت السيليكون. الطن يوصل ل 60000 جنيه. فتخيل حضرتك من 5000 10000 سعر الطن ل 60000 انت بتكسب. المكنه اللي بتطلع دي او الخط ده يقدر يطلع لك كل يوم 5 طن. 5 طن دول حضرتك بتتكلم في مكسب يومي حوالي 250000 جنيه.